تو نحب نحكيو على إشاعة تقالت برشا في صفحات الفيسبوك، مقتل ألفة بن رمضان على يد زوجها لطف عليها بيان سور. معنا على التليفون هي باش نثبتوا معها أكثر التفاصيل. شنو أحوالك ألفة؟ الو عسامة، مرحبا بيك. عايشك وبيك. سمعت اللي قلته قبيليك، إشاعة مقتل ألفة بن رمضان على يد زوجها، وخبر معناتها تحط في برشا صفحات بتاع فيسبوك بتاع انترنت. كيفاش انت سمعت الخبر هذايا ولا الإشاعة هذيا ألفة بن رمضان؟ والله سمعتها كما العباد الكل، معناها انا قاعده على روحي ولقيت تليفونات ورا بعضهم، هزيت اللي طلبوني صحفيين، ولكن طلبتني زميلتي فنانه منيره حمدي مفجوعه. قالت لي توا سمعنا اللي معناتها فما خبر خرج اللي انا تقتلت معناها. يا اخي بدت انا معناها ما عرفتش شنو هي سببها الحكايه. حكيت مع برشا صحفيين طلبوني، كل واحد يقول لي والله سمعت من عند صحفي معناها من عند زميل. فما موقع تونسيه.com دخلت انا من بعد على الانترنت معناتها حليت نلقاه الموقع هذايا حاطين مقتل فنانه ألفة بن رمضان، حاطين تصويرتي. طلبت المدير، خذيت النمر وطلبت المدير، قلت له كيفاش معناها قتلتوني ودخلتوا هكايا خوذه معناها وليت العباد الكل مفجوعه وناس تطلب. قال لي ما نعرفش انا ما في باليش وهنا نحيناه معناها. معناتها خسر عليا، قال لي هاوكا تنحات معناها الحكايه هذه ما عادش موجوده، لكن اغلبيه العباد سمعت قرات في الموقع هذا، يعني في الاخبار تتناقل ووصلت لبرشا عباد. يعني ألفة بن رمضان اتصلت برئيس تحرير المجله ام مدير المجله معناتها باش تثبت من ما نعرفش، انا خذيت نمروه على خاطر فما صحفي من الصحفيين اعطاني النمر وما قالوا لي المدير نتاع المجله هذه، وكلمته هو ما كانش في باله وقت اللي انا طلبته، وتاكد من الخبر عاود رجع لي قال لي راهو نحيته هاو تنحى وهي خرجت اشاعه، لكن اللي خرج معناتها عباد قرات مقتل فلانه الفلانيه، فهمت؟ ما قالكش المصدر منين معناتها هكاك معناتها اشاعه حتى كخبر في المجازين نتاعو؟ منين ما عرفتش منين وبصراحه معناها الناس هذوما اللي خرجوا في اشاعات كما هذيا معناتها يرجعوا في الناس. احنا الموت ما فما حتى حد باش يهرب منها، لكن بالطريقه هذيا والخوذه هذه اللي صارت عليها اليوم، انا العشيه كامله نجاوب في التليفونات، نجاوب في العباد معناها الناس تطلب فيا يقولوا لي انت لاباس، نقول لهم انا لاباس. نعرف الاشاعه عندها تاثير سلبي كبير على حياه العبد، وقت اللي الاشاعه تمس من الحياه جمله نتاع عائلتي. معناتها وقت اللي سمعت هما معايا في الدار، لكن حتى هما تقلقوا معناها حاجه كيما هذه تنجم تقلق شويه، فهمت؟ لكن الحمد لله انا لاباس الحمد لله. واللي خرج الخبر هذايا يمكن اليوم مانيش باش نعرف، يمكن غدوه تو لازم نوصل نعرف شكون اللي خرج الحاجه هذيا ونقول له ربي يسامحك، خاطر معناها ما يجيش عباد تلعب بحياه الناس للدرجه هذه. ألفة بن رمضان تخمم ترفع قضيه بالمجله؟ والله هي صاحب المجله كما قلت لك نحاه الخبر بعد ما حطه، انا ريته برشا شافوه. هو نحاه، لكن فما ناس شاهده معناها وقرات، وفما ناس بعاد معناها قراوا طلبوني موجود معناها كان موجود في الموقع هذا. ما نعرفش باش نرفع قضيه ليه، لكن مش نقول لهم ساعه قبل ما يحطوا هما حاجه حتى في الصحافه يلزموا يتاكد ساعه من الخبر. كما انا طلبني مدير التلفزه اليوم وقال لي اللي اليوم كانوا باش يخبروا معناها في التلفزه، لكن طلبني باش يتاكد قبل. انت تهبط خبر في جريده ولا في موقع الكتروني وتحط فلانه الفلانيه قتلت، لازمك تثبت ساعه قبل ما تخرج، مش من بعد. لا وسامحني وألفة يعني سيناريو كامل تقريبا معناتها عباره معناتها الحكايه معناتها راجلك قتلك وكذا وفما مشكله بيناتكم الزوج. علاش ما فما حتى مشكله وما عندي حتى شيء، انا نعيش في حياتي لاباس عليا كيما العباد الكل. والناس هذوما معناها مانيش فاهمه علاش انا بدي ضغط كي سمعت اشاعه كيما هذيا ما فيها حتى معناتها انت قاعد تسمع فيا انا ساعه نحكي معاك لاباس ما عندي حتى شيء. بيان سور. وثانيا لا عندي مشاكل ولا عندي حتى شيء، علاش حد يكون قاعد يقوم يخرج خبر كيما هذايا انا بدي ما نعرفش. واضح ألفة بن رمضان. لكن احنا فنانين وناس معناتها اي حد معروف ضريبه الشهره والنجاح هي الحكايات هذوما معناتها معارضين باش نتعرضوا الاشاعات.
واضح انت لاباس عليك الحمد لله. جاتك بلطف الاشاعه هذيا، كتمنى لي فان نتاعك بيان سور الف برمضان، خاطر تقلق عليك برشا، خاطر برشا قلت لك صفحات فيسبوكيه طلبوني بيان سور، نشكرهم برشا ناس يحبوني طلبوني تفاجئوا عليا. انا لاباس، حتى العباد اللي ما سمعتش راني لاباس، وهذه اشاعه خرجها حد ما ينجمش يكون انسان عادي. نقول له ربي يسامحك وكا. واضح. دونك ماكش ترفع قضيه. نعاود لك سؤال. نحب نفهم. ما انت مشكلتك في القضيه؟ لا نحب نفهم شنو انت باش تتصرف بعد الاشاعه هذه ما راجت في الفيسبوك وفي الانترنت. الفيسبوك اي حد يسمع اخبار باش يهبطوا الفيسبوك اليوم ولا معناها اي حاجه صحيحه غلطه تهبط، اول حاجه تهبط الفيسبوك. دونك انا مانيش باش نشد حتى حد يكتب في الفيسبوك، لكن باش نشد على القليله صاحب الموقع هذايا اللي هو نحى الخبر هذا بعد ما انا كلمته. يلزمهم يتحملوا مسؤوليتهم، على خاطر معناها حياه العباد ماهيش لعبه معناها من غير ما برمضان الناس كانوا يتاكدوا قبل ما يكتبوا، لكن هو من غير ما تاكد مش يكتب. وبيان سور الصحفي المحترف هو معناتها ينشر الخبر متاكد بالمصدر نتاعو بيان سور قبل ما ينشر الخبر هذايا على صفحات معناها تتاكد. اذا كانت تاكدت نجم تكتب، لكن تكتب حاجه وانت مش متاكد منها هكا عملت معناها جاوب على اليوم وفجعت عباد وخليت عباد باش تتكلم وحكايه ما فماش منها معناها من حيث ما عيش